في العام 63 حينما وضعت القضيه لم تكن بوليزاريو موجوده. هذا بعيد لم يكن البعد عن الواقع. يا اخي اسمعني من كان لا اسالك اجيب يعني اجبني يعني انا اطلب منك في العام 63 هل كانت بوليزاريو موجوده لكي تطالب بالقضيه وتضع تصفيه الاستعمار؟ طلبت بها الجزائر، طلبت بها موريتانيا. من وضع القضيه في العام 63؟ لم تكن توجد بوليزاريو. في العام 58 كان المغرب وحده. يا اخي اسمعني بوليزاريو موجود في الاربعينات. لا بوليزاريو موجود في الاربعينات. يا سلام على اضافه الى نانسي عجرم بوليزاريو في الاربعينات. يا اخي السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم على اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة وفي أحسن أحوالكم. أصدقاء ديالي، إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا اليوتيوب، ما تنساوش دعمونا باشتراك في القناة، كذلك تفعلوا أخوتي الزر ديال الجرس، لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا أخوتي ونستمروا في نشر مزيد من المقاطع في هذه القناة. أصدقاء ديالي، كيف ما عهدناكم في القناة، المقطع ديال اليوم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهدة. بلا ما نطول عليكم اخوتي، ندوزو نشوفوا الفيديو جميع، نتوما حكموا، كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم، ونتلاقاو في نهاية الفيديو. الناشط السياسي الصحراوي، اهلا بك. طالب معنا كما ينضم الي من باريس الباحث والمحلل السياسي الدكتور مراد بن عمار، اهلا بك دكتور مراد. ومن الرباط الباحث في الشؤون السياسيه والاستراتيجيه دكتور عبد الفتاح نعوم، اهلا بكم جميعا. ودعوني ان ابدا معك دكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح، اهميه عقد مجلس الامن هذه الجلسه التي تتعلق بقضيه الصحراويه، وما المتوقع من هذه الجلسه خاصه وان روسيا هي من تترأسها؟ اهلا وسهلا بك وبضيوفك. هو اولا هذه الجلسه هي من الجلسات المعتاده التي يعقدها مجلس الامن حينما يتعلق الامر بتقديم تقرير للمبعوث الشخصي للامين العام في ختام دوره معينه من دورات اعماله. الموجود في هذه الجلسه هو انه هناك مستجدات تتصل بالعراقيل التي يضعها مرتزقه بوليزاريو في وجه نشاطات يعني المينورسو وفي وجه نشاطات الامم المتحده والمبعوث الشخصي ايضا، وهي مجموعه من الوقائع الموثقه التي سيدلي بها المبعوث الشخصي امام هذه الجلسه بحضور كل الدول الاعضاء الدائمه والدول الغير دائمه العضويه. وايضا ترأس روسيا لهذه يعني الجلسه هو ايضا ياتي في سياق ترأسها الدوري لجلسات مجلس الامن، يعني ليس فيه اي خصوصيه من اي نوع، لكن ما يحاول ان يثيره مرتزقه بوليزاريو او معهم حتى الجزائر من كون أن الموضوع يتعلق بعلاقة روسية مميزة لروسيا بالجزائر أو روسيا جزائرية، قد يمتد إلى أي شيء معين مرتبط بمفاعيل وبمخرجات هذه الجلسة. هو مجرد كلام يعني غير دقيق وكلام لا صلة له بالواقع. لماذا؟ لأنه أولا روسيا منذ العام 92 لديها اتفاقات صيد بحري مع المغرب تشمل الأقاليم الجنوبية، يعني الآن وصلوا إلى التجديد الثامن، في العام 2021 جددت هذه الاتفاقية. إضافة إلى هذا روسيا تعتبر أنه المغرب هو الممتلك للسيادة على الصحراء المغربية، بدليل أنه قبل يومين قليلين كان اليومين يعني الماضيين كان هناك اجتماع بين وزارة الخارجية الروسية وبين ممثلين أو سفراء دول إفريقيا. يعني روسيا لا تعترف بالجمهورية الوهم المسماة جمهورية بوليزاريو، بالتالي روسيا موقفها دائما كان معتدلا في هذا الموضوع، موقفها دائما كان إلى جانب الشرعية الدولية، لم تقدم أو لم يعني تقم بإعمال الفيتو ولو لمرة واحدة ضد أي قرار من قرارات مجلس الأمن. معروف أنه قرارات مجلس الأمن دائما يكون بصددها النواح والعويل من الجزائر ومن بوليزاريو لأنهم يخسران منها، لكن روسيا في يعني أسوأ الأحوال تمتنع. والامتناع يعني ليس موقفا بالفيتو أو بغيره ضد القرارات، وإنما لإبداء ملاحظات تتعلق بما يكتبه القلم المحرر للقرارات التي هي قرارات أو هو قلم الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه الجلسة لا ينتظر من الجلسة أي قرار، القرار سيصدر في أكتوبر. الآن هذه الجلسة تمهيدية لجلسة أخرى سيقدم فيها الأمين العام للأمم المتحدة تقريره بخصوص الموضوع، ثم يصدر القرار في أكتوبر. والقرار بطبيعة الحال لن يجني منه البوليزاريو والجزائر سوى المزيد من الخسارات كما حصل مع القرار 26/0. نعم دكتور عبد الفتاح، وصلت الفكرة. ابقى معي لو سمحت. الطالب استمعت إلى طرح دكتور عبد الفتاح، كيف يعني تقيم كل هذه الجهود الأممية في هذه المرحلة؟ وهل بالفعل عقد جلسة تترأسها روسيا بالفعل تصب في مصلحتكم؟
السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية أريد أن أصحح معلومة جاءت في التقرير، وهو أنه يعني الأمم المتحدة تتبنى يعني المقترح المغربي، وهذا غير صحيح. في كل قرارات مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تركز على أهمية إجراء استفتاء في الصحراء الغربية، حيث يمكن للشعب الصحراوي تغيير مصيره عبر هذا الاستفتاء، وهذا يأتي في كل قرارات الأمم المتحدة. وآخر قرار للأمم المتحدة في شأن الصحراء الغربية في التجمع الذي أجراه مجلس الأمن في سنة 2022، القرار 2654، تؤكد الأمم المتحدة على أنه أي حل عليه أن يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي. فطبعا ما نتوقعه من هذا، هناك يعني قراءتين ممكنتان لهذا التجمع الذي سيجرى اليوم في نيويورك. القراءة الأولى هو أنه يعني انطباقا لكل التغيرات التي يعيشها العالم، وهناك حث من طرف الدول المتصادمة أي أمريكا والناتو من جانب والروسيا والصين من جانب آخر إلى توسيع نفوذهم وتوسيع حلفائهم. وشمال إفريقيا من المعروف أنه من المناطق الحساسة ومن المناطق الاستراتيجية بالنسبة لكلاهما، فمن المهم لهذه القوتان المتضاربتان الآن في أوكرانيا، من المهم لديهم أن تكون هناك نوع من الاستقرار في شمال إفريقيا، وأن تكون هناك نوع من النفوذ. وروسيا تتوجه نحو فرض القانون الدولي، ولقد رأيناه وتحدثنا في هذا البرنامج عن تصريحات لافروف في نواكشوط الذي قال على أنه يجب حل نزاع الصحراء الغربية احتراما دائما لمواثيق الأمم المتحدة التي تطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي. فهذه القراءة الأولى. القراءة الثانية هو أنه الوضع على الأرض تغير. قضية الصحراء الغربية أو وجود الأمم المتحدة ليس لفرض السلام أو لمراقبة السلام، لأنه لا يوجد سلام على الأرض. نحن في حرب، وحرب مفتوحة ضد نظام الاحتلال المغربي، وعلى الأمم المتحدة تبني ما هو موجود على الواقع، واتخاذ قرارات للفرض على المغرب القبول بما تقوله كل قرارات الأمم المتحدة وما يقوله مجلس الأمن الدولي، وهو أنه يجب احترام تقرير مصير الشعب الصحراوي. نعم دكتور مراد، يعني برأيك في هذه المرحلة هل بالفعل يمكن أن نرى أي خطوة إيجابية من أجل حل هذا النزاع؟ المحاولة لحل النزاع هي قائمة ولا يمكن التشكيك فيها، لكن كما ذكر الدكتور نعوم أنها معناها جلسة دورية، وليس لن تكون بقرارات لا في صالح البوليساريو ولا في صالح المغرب. لكن النقطة المهمة أن مجلس الأمن يتحرك لإشراك الجزائر التي في كل مرة تجد نفسها مجبرة على التملص من أنها عنصر فاعل في هذا الموضوع. وهنا نقطة هامة بالنسبة ذكر الأستاذ من إسبانيا بأن الطالب بأن روسيا هي اليوم والصين ومن الجهة الأخرى أن الدول العظمى لا تفكر في نهاية المطاف إلا في قضايا الهيمنة الكبرى، وبالتالي توجد مواضيع أخرى هي ثانوية وفرعية وليست بمواضيع رئيسية. لكن ليس هذا المهم في كل هذا الموضوع. المهم هو أن القضية الصحراوية من خلال ما يحدث اليوم في مجلس الأمن والتحولات السياسية العميقة التي تحدث في النظام السياسي العالمي اليوم تذهب إلى نحو الحل النهائي، وهذا الموضوع سوف لن يأخذ عشرات السنين. وأنا أرى أن المغرب لها، ذكرت في العديد من المرات، لها القدرة أن تجد الحل عبر مفاوضات جدية مع القيادات الصحراوية، ومن خلال ذلك يجب إيجاد مخرجات تعود بالنفع على الشعب الصحراوي الذي في نهاية المطاف هو شعب مغربي بالنسبة لي على الأقل، والبحث على إنجاح هذه المفاوضات. ما عدا ذلك فإن المغرب
ليست في حاجة إلى الدخول في توترات وصراعات كبرى، لأن العمل والبرنامج المغربي الذي يترأسه السيد الملك هو بناء أسس اقتصادية مغربية قوية، ويريد أن يجعلها أحدى الأقطاب الكبرى، على الأقل قطب مهم ورئيسي ومركزي يفتح على إفريقيا ويفتح على أوروبا. نعم. وكذلك ليس من مصلحة الشعب الصحراوي الذي سوف يستنفذ قواه الشعب الصحراوي، لأن القيادات دائما في نهاية المطاف تبحث على الحكم أكثر من كونها تبحث عن مصلحة شعبها. طيب دكتور عبد الفتاح، فيما يتعلق بموضوع الجزائر، نعلم أن الجزائر حتى هذه المرحلة ترفض أن تكون جزء من هذه المفاوضات. هل برأيك ستنجح الجهود الأممية في إحداث أي تقدم بشأن المفاوضات وأن تحث الأطراف على رأسها الجزائر أن تكون جزء من هذه المفاوضات؟ يا الجزائر يعني لماذا ترفض أن تكون في الموائد المستديرة؟ لأنه دائما هذا الخلط الذي لديهم بين تقرير المصير وبين الاستفتاء. هم يعتقدون أن تقرير المصير حينما ترد في قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007 على الأقل، نتكلم عن المرجعية التي تتحرك داخلها الأمم المتحدة منذ العام 2007 إلى الآن، هناك قرارات تتكلم عن تقرير المصير، لكن كلمة استفتاء لا توجد في أي قرار منذ العام 2007 إلى الآن، لأنه تقرير المصير لا يعني الاستفتاء، تقرير الحكم الذاتي هو أيضا تقرير المصير. يعني المشكل هو أنه حينما تكلم المبعوث يعني السابق اللي هو فالسوم، حينما تكلم على أنه المشكل في الصحراء المغربية لا يمكن أن يحل حلا يقصي أو يعني يزيل السيادة المغربية تماما، ولا يمكن للصحراء المغربية أن تندمج تماما، وبالتالي لابد من حل وسيط. في العام 2007 المغرب تقدم بمقترح الحكم الذاتي باعتباره حلا واقعيا، يعني ليست يعني هناك انفصال عن المغرب كما تزعمه وكما تريده بوليزاريو والجزائر، وفي نفس الوقت هناك تقرير مصير حقيقي يعطى لسكان هذا الإقليم لكي ننهي فعلا هذا النزاع. لهذا السبب دائما قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007 تتكلم عن جدية وعن مصداقية المغرب، لا تقول نفس الكلام لا عن بوليزاريو ولا عن الجزائر. يعني يمكن لأي نزيه أن يفحص قرارات مجلس الأمن منذ العام 2007 سيجد هذا التقابل في قرارات مجلس الأمن. في العام 2018 اقترح مجلس الأمن آلية الموائد المستديرة، حضرت الجزائر لمرتين متتاليتين هي وبوليزاريو، كانوا يعني يسألون من الأمم المتحدة عن ما هي مقترحاتكم، يقولون استفتاء، يقولون لهم نحن في هذه الجلسة في هذه الموائد جئنا بناء على قرارات مجلس الأمن. مجلس الأمن لا يقول في قراراته كلمة استفتاء، يتكلم عن تقرير مصير. يقولون هم نحن تقرير المصير بالنسبة لدينا هو الاستفتاء، يقولون يا أخي تقرير المصير لا يعني استفتاء، الحكم الذاتي أيضا تقرير مصير. فبالتالي طالعون عن الأسباب التي تجعلكم ترفضوا الحكم الذاتي وليس عن لماذا تدافعون عن الاستفتاء، لأنه جميع اللوائح في الأمم المتحدة، وبالمناسبة التقرير الذي صدر عن لجنة شيوخ تحديد الهوية في العام 99 يتكلم عن المشاكل التي واجهتها هذه اللجنة، هذه الآلية الأممية، وهي بصدد تطبيق الاستفتاء. وجد أن هناك مشكل حقيقي فيما يتعلق بمعايير اختيار الأشخاص الذين سيشاركون في هذا الاستفتاء. هناك مشكل يعني واقعي تقني إجرائي حقيقي حصل بين المغرب وبين بوليزاريو حينما كان الأمر يتعلق بهذا المقترح، وبالتالي تطورت عجلة البحث عن الحل واستراتيجية البحث عن الحل كثيرا. الموائد المستديرة كانت المرحلة التي جعلت الأمم المتحدة والمنتظم الدولي والدول الدائمة العضوية وكل من يفهم القانون الدولي يكتشف أنه الجزائر وبوليزاريو لا يمتلكان أطروحة سياسية وقانونية بصدد التفكير في الحل أو في إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل، وإنما يريدان فقط أن يستمر هذا النزاع إلى لا نهاية. بالمقابل المغرب حينما كان الأمر يتعلق بنقاش الاستفتاء في الستينيات، حينما صدر قرار الجمعية العامة 64 وقرار الجمعية العامة العام 1966، وحينما جاءت كل المبادرات الأممية كان المغرب ينفتح عليها بجدية وبمصداقية، لأنه فعلا يريد لهذا النزاع أن ينتهي وأن نذهب إلى ملفات وإلى قضايا أخرى. المغرب أفقه أكبر من هذا بكثير، لكن الطرف الآخر دائما يتأكد أنه يعرقل فقط، لا يريد حلا، يريد الوضع أن يبقى على ما هو عليه، أو يريد أن يتم اقتسام المغرب بعملية استفتاء صورية الانتخابات التي جرت في بوليزاريو. يريدون الاستفتاء على هذه الشكلة، يعني أصوات أقصيت من بوليزاريو مثل مصطفى البشير السيد وغيره، يعني أصوات شبابية أقصيت من بوليزاريو بسبب أنهم يريدون أو لديهم تصور معين للآليات والعمليات الديمقراطية، فبالتالي الاستفتاء كسلوك وكفعل ديمقراطي لا يؤمنون به فعلا. فقط رد بسيط على ما قاله بجملة لو سمحت. موضوع أنه موقف
لا بجملة الموقف، يعني روسيا حينما تدعم روسيا المسار الأممي، حينما تدعم روسيا وتقول أننا مع الخطة الأممية لتسوية وحل هذا النزاع المفتعل، هذا الكلام يا أخي يقوله المغرب أيضا، المغرب صاحب الشأن يقول هذا الكلام، لكن ما الذي نقصده بالضبط؟ يعني روسيا هل في يوم من الأيام قالت أنها مع استفتاء؟ هذا لم يحدث في يوم من الأيام. هل روسيا صوتت بالفيتو لصالح أي قرار أو ضد أي قرار في مجلس الأمن من أجل هذا النزاع المفتعل؟ هذا لم يحدث. سمحت لي. نعم، لم يتبقى لي الكثير من الوقت. أستاذ الطالب، بالفعل كيف يمكن تحريك موضوع المفاوضات من أجل التوصل إلى أي حل في ظل استمرار رفض الجزائر للمفاوضات من خلال آلية الطاولات المستديرة؟ في البداية أريد أن أعقب بطريقة مختصرة على ما قاله ضيفكم. والله أمر عجيب غريب، هو يتناقض في كل مداخلاته. يعني تارة يتحدث عن جبهة البوليساريو وعن الصحراويين كشيء لا يوجد وليس موجود على الأرض، وأن قضية الصحراء قد حسمت كما قال منذ سنتين عندما اعترف ترامب، واليوم نراه كيف يتحدث عن أنها قضية الصحراء مطروحة عند الأمم المتحدة، ويعني يعارض كل ما قاله من قبل، وهو يعني هذا ما عودنا عليه يعني الخطاب المغربي المتطفش بين هذا وذاك. لكن الواقع الموجود على الأرض الذي يعني يضرب مع الأرض كل ما قاله ضيفكم من المغرب وكل ما يقوله النظام المغربي هو أنها قضية الصحراء الغربية مطروحة اليوم عند الأمم المتحدة، وهذا أهم عنصر الذي يرمي مع الأرض كل ما يقوله المغرب. إذا كانت قضية الصحراء الغربية مطروحة اليوم عند الأمم المتحدة فهذه رسالة واضحة. هناك مشكل. لماذا نطرح سؤال هنا، لماذا مطروحة هذه القضية في الأمم المتحدة؟ لأنها مدرجة لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لتصفية الاستعمار. ما يعني تصفية الاستعمار؟ ما تقوله أكثر من 70 قرار لمجلس الأمن الدولي يقول أنه يجب تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تغيير المصير. ما يعنيه تغيير المصير حسب المواثيق الدولية وحسب المعروف دوليا هو أن الشعب يصوت على مصيره، أي يصوت ما بين الاستعمار أن يختار أن يظل مستعمرا أو الاختيار بين الاستقلال. وهذا ما تقوله الأمم المتحدة، وهذا ما قالته روسيا عندما استقبلت وفدا من البوليساريو منذ أشهر قليلة، وما قاله لافروف في نواكشوط، وهذا ما تقوله يعني الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يقوله الاتحاد الأفريقي. هذا في للإجابة على ما قاله ضيفكم. في النقطة الثانية هو التركيز على الجزائر وموريتانيا شاركا في المفاوضات وشاركا كدولتان مراقبتان، وشاركا في كل المفاوضات التي أجريت من قبل، وهذا لم يأتي بجديد. لكن المغرب يحاول الهروب إلى الأمام ويحاول إرغام الجزائر في هذا المشكل، والطرفين المعترف بهم دوليا كطرفي النزاع هم جبهة البوليساريو والمملكة المغربية كقوة محتلة للصحراء الغربية. فإرغام الجزائر لم يأتي بجديد، لأنه المغرب لديها اليوم عقدة من الجزائر حررت أرضها بالشهداء، والجزائر وقفت وقوف الكرام مع القضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية وقضية الشعب الصحراوي وقضية جنوب إفريقيا ونيلسون مانديلا، وكل أحرار العالم يعترفون للجزائر على أنها بلد الشهداء. يا أخي إذا كانت عندكم عقدة أنكم ما زلتم مستعمرين ولا زلتم يعني تركعون للملوك، هذه مشكلتكم. حروا رؤوسكم، عدلوا ثورة، عدلوا لعدة الجزائر. لا تتقل حتى في طالب، لا نسمح بهذا. طالب لو سمحت. أنت لا تتقل. اتهام الجزائر ليس جديدا. دكتور عبد الفتاح لو سمحت. اتهام الجزائر ليس جديدا، اتهام الجزائر ليس جديدا، لأنه المغرب يحاول الهروب إلى الإمام للاستمرار في احتلاله للصحراء الغربية. فيما يتعلق بالمفاوضات، المفاوضات كما قلت شاركت فيها الجزائر وشاركت فيها موريتانيا، لكن المغرب اليوم ينتهج سياسة خطيرة ليس فقط على الصحراويين بل على كل دول المنطقة. فلقد رأينا تصريحات من طرف سلطات مغربية، ولقد رأينا كيف روجت وسائل الإعلام وباقي النظام المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامه الخاصة بتلوين خرائط ومطالبة أيضا بأراضي جزائرية، وهذا يعتبر مهاجمة مباشرة من طرف المغرب على الأراضي الجزائرية. فبقي من الواضح اليوم على أنه المغرب ينتهج سياسة بعيدة كل البعد عن الواقع، وهي ما عرفت بسياسة شخبط شخابيط لخبط لخبيط، مسك الألوان ورسم على الخريط، يعني يرسم خرائط ويدافع عن هذه الخرائط ويشتم. لا لو سمحتما سأعطيكم بعد قليل. دكتور عبد الفتاح. نعم
فقط في طالب جملة لم يتبقى على لي أنه المغرب نعم بجملة في جملة المغرب يشمل في هذه الخرائط التي يرسمها يشمل الجزائر ويشمل الصحراء الغربية ويشمل أراضي ليست تابعة للمغرب ويحاول الدفاع عنها بدون منطق. فالمغرب يعيش في وصلت الفكرة. دعني قبل أن تعقب دكتور عبد الفتاح أريد أن أتوجه إلى دكتور مراد. دكتور مراد، الأحداث الأخيرة في القارة الإفريقية وتحديدا في السودان إلى أي مدى برأيك يمكن لها أن تؤثر على النزاع الصحراوي، بمعنى أن نرى اصطفافات جديدة في القارة الإفريقية يمكن لها لربما أن تعرقل كل هذه الجهود بشأن الشمال الإفريقي؟ صحيح، سؤال مهم جدا، لأنه في الفترة الأخيرة توجد العديد من الدول الإفريقية التي أن تعكس الهجوم عن انتمائها الغربي وتحديدا الفرنسي على امتداد سنوات، وتعتبر أنها قد استغلت وبقيت في الحضيض. وقيام الحلف الجديد الروسي الصيني الذي يقوم بالموازنة جعل العديد من الدول الإفريقية تهب نحو هذه القوة الجديدة. وهنا القضية السودانية مثل القضية الصحراوية، فإن كل الفترات التي تهيمن فيها التفككات وعدم إيجاد قرارات دبلوماسية تنهي وتحسم المشاكل، فنحن نفتح الأبواب على الإرهاب، نفتح الأبواب على التهريب، عن الاقتصاد الموازي وتوجد بارونات ومافيا كاملة تمتلك أموال ضخمة وهي تتدخل في الشأن السياسي وحتى في أعظم الدول. وبالتالي نلاحظ أن النظام العالمي الجديد أو التصورات الجديدة يجب أن تسرع إلى أبعد حد ممكن حتى تجد حلول إلى هذه الصراعات والتوترات التي تفتح أنفاق مظلمة لا نهاية لها. وبالتالي الاصطفافات الجديدة سوف دائما وبالأساس لن تخدم إلا الدول العظمى. نعم دكتور عبد الفتاح، أردت التعقيب، تفضل. لا، واولا اول مره في القانون الدولي تصير نانسي عجرم مرجعا، يعني هذا شيء مبدع، يعني يبدعون في الحقيقه في النقاش. الاخ الكريم يخلط مشكله حدوديه بين المغرب وبين الجزائر، يخلطها بما يكتبه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يخلطها بمشكله الصحراء المغربيه. هذه مواضيع يا اخي في القانون الدولي لا علاقه لها ببعضها البعض. مشكله الحدود بين المغرب وبين اسبانيا، بين المغرب وبين الجزائر شيء، مشكلة الصحراء المغربية موضوع آخر. تصفية الاستعمار، المغرب هو من وضع القضية في لجنة تصفية الاستعمار، لأنه في العام 63 حينما وضعت القضية لم تكن بوليزاريو موجودة، لم يكن يا أخي اسمعني من كان لا أسألك أجيب، يعني أجبني، يعني أنا أطلب منك في العام 63 هل كانت بوليزاريو موجودة لكي تطالب بالقضية وتضع تصفية الاستعمار؟ طلبت بها الجزائر، طلبت بها موريتانيا. من وضع القضية في العام 63؟ لم تكن توجد بوليزاريو. في العام 58 كان المغرب وحده. يا أخي اسمعني بوليزاريو بوليزاريو موجود في الأربعينات. لا، بوليزاريو موجود في الأربعينات. يا سلام عليك، إضافة إلى نانسي عجرم، بوليزاريو في الأربعينات. يا أخي اسمع، يا أخي اسمع في الأربعينات الأمم المتحدة بأكملها صنعت في العام 45، يعني بوليزاريو في العام 73 وهو بوليزاريو مختلف عن بوليزاريو 75 الذي هو مرتزقة الجزائر، وهذه تسمية المحجوب السالك ليست تسميتي، هذا خط شهيد، تيار اخر خرج من بوليزاريو. انت لا تعرف حتى تاريخ بوليزاريو يا اخي، عيب تفهم، يعني بدل ان تستمع لنانسي عجرم ودرس قليلا تاريخ بوليزاريو. دكتور عبد الفتاح، لم تبقى لي الوقت للاسف. لا ما زلت مجيبه. ما زلت مجيبه. اريد ان اقول سيدتي لا ما زلت مجيبه. موضوع حينما يتكلم لا كلام ما زلت انهي كلامي. اريد ان اقول حينما يقول انه النزاع المفتعل موجود في الامم المتحده، النزاع موجود، لكن بوليزاريو غير موجود. حينما يخلط بوليزاريو ما زلت انهي كلامي، ولكن بهذه الطريقة للأسف لم يتبقى لي الوقت. نعم، لا قولي له أن ينضبط. لا يمكن، للأسف سأنهي الحلقة، لم يتبقى لي الوقت بهذه الطريقة. دكتور عبد
مراد فتح نعوم الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية حدثتني من الرباط. شكرا جزيلا لك. ومن مدريد ناشط السياسي الصحراوي الطالب علي سالم، شكرا جزيلا لك. ومن باريس دكتور مراد بن عمار الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذا المساء، أشكركم على حسن المشاهدة وإلى اللقاء. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك واشتراك في القناه، كذلك فعلوا اخوتي الزر ديال الجرس، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تدعمونا اخوتي ونستمروا في نشر المزيد من المقاطع في هذه القناه. الاصدقاء ديالي يوم غد ان شاء الله مباراه المنتخب المغربي في بطوله كاس العرب، يعني المباراه الثانيه ضد المنتخب العماني. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراه والفوز والتاهل مبكرا لدور الربع النهائي. وكذلك يوم غد ان شاء الله غادي تكون قرعه كاس العالم بقطر، عفوا كاس العالم بامريكا وكندا والمكسيك. نتمنى ان شاء الله القرعه تكون منصفه للمنتخب المغربي ان شاء الله. نطيحوا شي قرعه تكون دور المجموعه، تكون يعني منتخبات تكون رحيمه، ما تكونش شي منتخبات اللي قويه بزاف. اصدقاء ديالي وصلنا للختام ديال الفيديو، ما بقى لي الا نودعكم. تلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.